السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمعتي زقزقة العصافير في صباح يوم العيد؟ دي كيكة الموز المكرمل والفريش كريم والعسل، ميكس جامد جدا، لازم تجربيه. الكيكة لنفرين، وهنشوف ازاي نعمل كيكة اسفنجية يكون ما فيهاش دهون او فيها نسبة بسيطة جدا من الدهون. ممكن تبقى مناسبة جدا لمريض السكر، خصوصا اذا استبدلنا العسل بالسكر الدايت زي ما هتشوفي في اخر الفيديو، يعني كبديل للتورتات العادية. الطريقة والمكونات تقريبا 4 5 مكونات زي ما موجودين في الصورة، تقدري تاخديهم سكرين شوت. دي مقادير تكفي نفرين: نص كوباية شوفان، دقيق شوفان، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة ممسوحة، معلقتين عسل أبيض، ونص كوباية زبادي، وبيضة. هناخد البيضة هنربها كويس، وممكن نحط عليها شوية فانيليا، وبعد ما نربها كويس كده هنروح منزلين عليها العسل ونكمل ضرب بالشوكة. وبعد كده ننزل بالزبادي ونكمل برضو ضرب بالشوكة. لو الكمية أكبر شوية هجيب مضرب. خلاص ضربنا بالشوكة لحد ما نعمل كده. دلوقتي بقى نستعد عشان نضيف الدقيق والبيكنج باودر. دقيق الشوفان اهوت. من اول لحظة دي نبتدي نقلب بالراحة، مش هنقلب جامد لحد ما يعمل معانا قوام بالشكل ده. لو القوام مش بالشكل ده وجامد شوية نعمل ايه؟ هنروح ضايفين شوية زبادي عشان يبقى القوام بالشكل ده كده وينزل بسهولة. طب حد عايز يضيف زيت بدل الزبادي زي بعضه معلقة، بس كده مش هتبقى اسفنجية. القالب بتاعنا المدهون، وهننزل بالخليط اهوت. اديكي شايفة القوام تمام. هنسويها بقى في الفرن المسخن مسبقا اللي على درجة حرارة 180، ونتابع سواها بسرعة لان هي ممكن تاخد حوالي ربع ساعة وتكون جهزت. وهنختبر السوا كده ونلاقيها ان شاء الله طلعت مستوية من جوه. نركنها على جنب تبرد، وبعد كده نحضر الزواق. كريمة خفق، مش كريمة طبخ، كريمة خفق ويبنج كريم. وعشان نضرب الفريش كريم ويدينا قوام ينفع يتزوق بيه لازم يكون طالع من الفريزر شبه مجمد، يعني دخل الفريزر وعمل شبه كمان تجمد كده. نضربه هو في حالة ما قبل التجمد ديت، ما نسيبهوش ابدا ياخد حرارة دافية خالص، ونحافظ عليه طول ما هو بيتضرب في الحرارة الساقعة جدا. ان شاء الله حتى نوديه التلاجة ونجيبه تاني ويتحفظ بعد ما يتضرب برضه في درجة حرارة قرب التجمد. وما ننساش نحليه حسب الرغبة. طب هل قشطة وش اللبن ممكن تنفع بديل لكريمة الخفق؟ ممكن تنفع، بس خلصيها من اي بواقي لبن واضربيها مش كتير عشان ما تتحولش لزبدة. يلا نشوف طريقة الموز المكرمل. قطعت موزاية ونزلت بيها في طاسة فيها معلقة زبدة واحدة، شوحتها شوية وقلبتها، وبعد كده هنزل عليها بعسل ابيض زي ما انت شايفة معايا كده. خلاص هي دقيقة واحدة وهتبصي تلاقي العسل ادى لون حلو من تحت. هطفي وهبتدي اشتغل في التورتاية بتاعتي على بال ما احطه على وشها. دلوقتي هجيب الكيكاية بتاعتي وهقسمها 2 من الوسط، وكل رق ابعده عن التاني. ادي ده الرق الاولاني، مش هسقيه لان الكيكة طرية، ولكن هحط على طول الحشوة اللي هي فريش كريم. حطيتها اهوت وابتدي افردها. طبعا لا هي سايحه معايا كده، يبقى لازم نروح بقى ندخل الفريزر تاني او التلاجة تاني دقيقتين كده ونخرج. خلاص اما تجمد شويه هبتدي احط الرق التاني برضو، واجيب الفريش كريم اللي سقعته معايا. خلاص كده حطيت على وشها الموز. طيب هو الموز هيفك من الطاسه بسهوله ولا هيكون لازق؟ هو اكيد لما يسقع هيلزق، لكن لو دفيتي حاجه بسيطه هيطلع معاكي بسهوله. كده رصيته على السطح وهو طعمه جميل جدا، يعني ده لوحده كده حاجة طعمها لذيذ جدا. وبعد كده زوقت بقى تورتايتي من بره. طبعا فريش كريم مش سهل التحكم فيه زي كريمة الشانتيه العادية، ولكن اهو احنا بنحاول نعمل حاجة صحية قريبة من الحاجة التانية في الطعم وفي الشكل وفي كل حاجة. وهي بصراحة طعمها لذيذ جدا، بس تقدري بقى تحفظيها في التلاجة، والكمية دي تكفي نفرين. والسعرات الحرارية حوالي 250 سعر لكل 100 جرام. عن مدى مناسبة الكيكة ديت لمريض السكر والشوفان والقشطة. طبعا الشوفان يسمح به لمريض السكر بنسب معقولة، والقشطة كمان ما تمثلش اي مشكلة على مريض السكر. فلو عندنا مناسبة وحبينا نستبدل العسل مثلا بالسكر الدايت، ويبقى التورتة دي بديل للتورت العادية لمريض السكر في المناسبات دي. بقى المكونات تقدري تاخديها سكرين شوت.